مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم، برحب بيكم دايما وبسعد بلقاء حضراتكم. زي ما عودناكم نجومنا متميزين، ويمكن ضيفنا النهارده متميز بشكل كبير. حياته مشوار طويل مليان بحاجات كتير جدا، وممكن نقول انه نصف الحياه بمشوار وتحقيق للنجاحات، والنصف التاني حاجه تانية خالص. وبأحيي فيه فكره ان الانسان ممكن يعمل تغيير لمجال عمله، وكمان يتفوق في المجالين بشكل كبير قوي. خلينا نرحب بضيفنا اللي منورنا النهارده، اللواء طيار اركان حرب محمد اسامه السيد ابو خزيم، استاذ علوم الحاسب ونظم المعلومات جامعه القاهره واكاديميه السادات. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا استاذه داليا. انا مشتاقه الحقيقه لهذا اللقاء وللحديث. فهستاذن حضرتك نطلع لتقرير نتابعه سوا مع الساده المشاهدين، وبعدين نرجع نبتدي مشوار حضرتك من البدايه. خليكم معانا مشاهدينا.
برحب بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، أهلا وسهلا بيكم. ومرة تانية برحب بضيفنا اللي نورنا النهاردة ونجمنا في حلقتنا النهاردة، اللواء طيار أركان حرب محمد أسامة السيد أبو خزيم، أستاذ علوم الحاسب ونظم المعلومات جامعة القاهرة أكاديمية السادات. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك، منورنا وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا النهارده. هبتدي هذا المشوار الثري جدا انجاز التعبير من البدايه خالص، من مكان الميلاد والنشأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طفولتي أنا مواليد 56 منصورة، اتولدت في المنصورة، قعدت طفولتي تقريبا لغاية 14 سنة، وبعد كده رحت الثانوية الجوية دفعة واحد. لا نبتدي حتى بس المرحلة الأولانية في الطفولة دي. ممكن نقول اللي هي لغاية 14 سنة. بس دي مرحلة مهمة أوي بتكون فيها الشخصية بشكل كبير، دي من أهم المراحل اللي بيتبني عليها فيما بعد. وجود حضرتك في المنصورة كان هل ده بيت الأهل، كان لعمل الوالد، كان إيه السبب؟ أنا من عيلة فوق المتوسطة. والدي مدير عام تربية والتعليم، والدتي ست بيت، لينا بيت، لينا عمارة في المنصورة، وعايشين مستقرين في المنصورة كبيت. أيوة. يعني أيوة. والأرض بقى عارفة اللي هو الأصل الفلاحين برضو منصورة جنب المنصورة يعني. طب بس المرحلة دي يعني بتشكل وجدان حضرتك ازاي، او شكلت الوجدان ازاي؟ فكرة الارض، صوت المية، الخضرة، الطبيعة، البيئة المختلفة ما فيهاش مش بيئة الحضر والمدينة، شكلت ازاي الشخصية والوجدان؟ لا، هو الحقيقة المنصورة مش بيئة، بالعكس بيئة حضر. لكن بس مش زي القاهرة يعني أنا هقول لك حاجة، في طفولتي كان أبويا اللي مؤثر فيا جدا. تمام. الله يرحمه يعني. الله يرحمه. فكان له محاور كده معينة عايز يغرسها فيا بدون ما يحس يعني، أو بدون ما أنا أحس، أو ما يحسش فيها، أو ما أحسش فيها بنوع من الفرضية يعني. أيوة. ففي اتجاه ديني كان دايما يكرر كده قدامي ما بينه وبين نفسه وما بينه وبيني. بيت بتاع محمد إقبال، لو تعرفي الشاعر الباكستاني. فكان يقول إيه: إذا الإيمان ضاع فلا أمان، ولا صحيح. دنيا لمن لم يحيي دينا. صحيح. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة. فيقول لي لازم يبقى فيه ليك حاجة ترجع لها. طبعا. وما فيش أقوى من ربنا. صحيح. فتحافظ على الصلاة، تحافظ على الصيام، تحافظ على كده. وكان دايما أروح الجامع ياخدني معاه، وبشكل بسيط. كان له اتجاه تاني برضو كان قوي قوي، القراءة. كان يعني هو حاطط في دماغه ان انا لازم كل صيف اخلص كورس معين من حاجات، مثلا مجموعة جورجس دان، من ضيف النبي لغاية عروس فرغانة لغاية، وحاجات كده قوية. حاجات عالمية، لوي تولستوي أو أرنست هيمنجواي، أو عارفة لمن تدق الأجراس، العجوز والبحر، كلام القوي كده. كان لازم ويسألني بعد كده أنت كان عامل لي كان في اشتراك. جايزة حاططها لك مثلا؟ لا، هو كان عامل لي اشتراك في مكتبة. المكتبة دي لسه موجودة على النيل في المنصورة. تمام. المكتبة دي لطيف، حتى فاكرها لغاية دلوقتي. كنت أروح في الصيف من أول اليوم وأفضل قاعد أقرأ في الحاجات وأرجع تاني وهكذا. كان عنده، الله يرحمه يعني، كان عنده قوة إرادة، مع حتى لو هيزعج نفسه يعني. هو كان أيام ما أنا كنت في إعدادي، كان ناظر مدرسة إعدادي. وكان بيرجع الظهر كده زي بقى أبهاتنا زمان، يرجع ينام شوية. واكتشف ان انا درجتي في الانجليزي مش عاليه، اقل حاجه بسيطه يعني، من 40 جايب 36 مثلا. فما عرفش يعمل ايه، فكان يقعدني جنبه واقرا قصه انجليزي وهو نايم، ويصلح لي وهو نايم يعني. دي بقى في فتره المنصوره. اتنقلنا، حضرتك بتقول لي بعد كده رحت على فين؟ بعد كده في مدرسه ثانوي بقرار جمهوري من الرئيس عبد الناصر، اسمها الثانويه الجويه. تمام. كنت في سنه اولى، ده سنة اختيار من أو حضرتك؟ أول سنة في المدرسة دي. كانت سنة 70. كان عندي 14 سنة. أيوة، اختيار من حضرتك ولا كان الوالد اللي حابب إنه يوديك المدرسة دي؟ أنا كان نفسي أبقى طيار من الأول خالص. عارفة، كنت حتى طيارات ورق، وأستغرب الطيارة شايفة إيه من فوق،
ومربي حمام واتفرج الحمام ده شايف ايه من فوق، ونفسي ابقى اكون زيه يعني. الوالد كان ناظر في نفس المدرسه اللي حضرتك لا. كنت فيها؟ لا، كنت في لا مدرسه لا. تانية. بس انا فاكر مره انا كنت في مدرسه المنصوره الاعداديه بنين، امم. ومره في لجنه تفتيش جاي فيها 3 نظار كان بابا منهم يعني. ايوه. فهم معديين الطلبه قعدوا يسقفوا. هم كانوا عارفين ان ده الوالد؟ لا لا. ما كانوش يعرفوا. لا لا سقفوا، فانا ايه انا كنت هروح له، فلما لقيتهم سقفوا خدت جنب طبعا وعدى، بس هو بعد جابني برضه. هو كان طيب. ايوه. كان طيب، وعارفه مش عارفه اقول لك ايه، هو كان يجيد التعبير عن الحنيه. ايوه مش عارفه اقولها لك صح. يعني لا، يعني بس هي واصله مفهومه. يعني عارفه لما اتجوزت وقعدت في مصر، امم. فاكرها يوم فرحي واحنا ماشيين، هاخد مراتي بقى ورايح مصر يعني. هو مصر. قال لي بالظبط كده، ما تغيبش علينا، احنا بنستناك زي النيل من السنه للسنه. بالظبط كده. يا حبيبي تخيلي. ربنا يرحمه. تخيلي الله يرحمه. يعني له طبعا. له تعبيرات قويه. مش كده عنده. كمان، ما كنتش لوحدي، انا اكتشفت بعد كده انه مع اخواتي الى حد ما كان بيدوهم هذه الجرعه يعني. عنده مفردات ثراء لغوي يقدر يعبر من بيه القرايه عن كتير. مشاعره. من طبعا. القرايه كتير. طبعا. معظم القرايات كانت قويه، وكان انا بقول لك يعني واحد يقول لي مثلا حضرتك اخدت منه ايه؟ شكلي بس انا بتكلم على صفاته، طبيعه وشخصيه، تكوين فيجن. شخصيته. الفيجن. مم. الفيجن ده مهم قوي، ان انت تبقي حاطه لقدام ايه اللي هيحصل. يعني هو عاده حتى الكلام ده بقوله للطلبه عندي، انت لازم يبقى لك جول وتارجتس. جول النهائي والتارجت تمشي ستيب باي ستيب لغايه لما توصل للجول اللي انت عايزه. ده اخدته لو ما من عملتش الوالد. كده تبقى مش عايش مظبوط يعني. تمام. وربنا بيحاسبك على السعي وما يحاسبكش صحيح. على الوصول. صحيح. فانت اسعى على قد ما تقدر، وفي حظ. اسعى على قد ما تقدر عشان لما يجي الحظ يلاقيك جاهز. ايوه. ودي حقيقة. لما حضرتك التحقت بالمدرسه الجويه، المدرسه كانت داخلي ولا؟ المدرسة كانت داخلي 6 أيام ويوم جمعة. وكنت بسافر المنصورة كل أسبوعين تقريبا. فكره الداخلي والابتعاد عن الاسره وعن الوالد وعن الوالده، اتعاملت معاه ازاي؟ هل تاثرت اساسا في البدايه ولا لا؟ تكوين اصدقاء وناس ما تعرفهمش، احنا بقالنا ابتدائي واعدادي في نفس المدرسه مع نفس الاصدقاء في نفس المنطقه، فكانت ايه بالنسبه لحضرتك؟ فكرة المدرسة إن الزعيم عبد الناصر كان في يوغوسلافيا، وشافهم بيجهزوا الطيارين من بدري، من أول إعدادي. لأن الطيار هو العملة الوحيدة، والفايتر بالذات العملة الوحيدة اللي ما تقدريش تأجريها. طبعا. ما تقدريش تجيبي من حد من بره وتديله فلوس علشان يدافع عنك يعني، لأن أنت بتتكلمي عن حياة أو موت يعني. فبالتالي كان كل 20,000 يخشوا يطلع واحد بس 2 اللي طبيا صالحين، والباقي ما تحافظش عليه. فقرر ان هو يعمل مدرسه بقرار جمهوري اسمها ثانويه جويه. الثانويه الجويه انا كنت دفعه رقم 1، هي اتقفلت دلوقتي. الثانويه الجويه كانت بتاخد من كل المحافظات ب درجه معينه علميه يعني، وعلمي طبعا مجموع معين، وفي نفس الوقت صحيا يكون على اعلى مستوى. تمام. وكان متعين فيها قائد وناظر. وقائد كان له اركان حرب. كان اول واحد اسمه الله يمسيه بالخير بقى اسمه عبد اللطيف الغزالي، وبعد كده محمد جمال الدين محفوظ، شخصيات رهيبه يعني. وناظر كان الناظر، فاكر برضه اول ناظر كان اسمه محمد رضوان. المدرسه اولا تعلم، ممكن اقول لك تتعلمي منها قيمه الوقت. طبعا. يعني انت خلي بالك انت في فتره مراهقه. اولا بعد عنك اصحاب السوق، بعد عنك المراهقه، بعد عنك الفتره دي كلها، وبداتي تخشي في احساسك بالزمن. الساعه 5:30 صحيان، 6 طابور لياقه، 6 و7 الا ربع ترجعي البيت، 7 ترجعي المكان الميس يعني، 7 تفطري، 8 تروحي الدراسه، المدرسه نفسها، 9 وهكذا. وكان الساعه 10 تنامي. فكان الوقت اليوم مليان طبعا. وحلو. طبعا. وتحسي كده مش نايمه على طول ولا بتاع كده. أيوة. وبعدين كان في
مش عارف اقول لك، كان كل المدرسين، ما فيش مدرس هو مدرس اول او وكيل وزاره، كله كده، كله يعني كان بيدرس لي. برضه الله يمسيه بالخير او يرحمهم يعني لو كانوا ربنا تولاهم يعني. صلاح سوريال كان مدرس. صلاح سوريال ده اللي مؤلف كتاب لامي مثلا يعني. احمد وهب اخو يوسف وهب كان مدرس. نخبه من الشخصيات. يعني انا هقول لك حاجه، ودي يعني برضه مهمه قوي انك تعلمي النشء الجديد التوجيه بشكل صحيح يعني. فمره الراجل، تخيلي فاكرها الكلام ده، انت عارفه من كام سنه؟ 50 سنه. بتكلمي في عمر كبير قوي طبعا. 50 ايه، 54 سنه بالظبط يعني. ايوه. فالراجل داخلين على امتحانات، فجمعنا احنا 1000 واحد، فجمعنا كلنا وقال: عارفين الانسان عنده كم ذاكره؟ كان صوته مبحوح كده شويه، ما اعرف، فسكتنا. عايز ايه ده؟ فقال: في ذاكره سمعيه، اما تسمع حد تسمعه تاني تعرف دي ام كلثوم او ده الشيخ عبد الباسط وفي ذاكره بصريه، اما تشوف صح. حد وتشوفه تاني تقدر تشوفه. وفي ذاكره شميه، اما تخش البيت تقول ماما عامله ملوخيه مثلا شميه. وفي ذاكره عضليه، اما تعوم كده. اقوى ذاكره ايه؟ اللي قال سمعيه واللي قال بصريه. قال اقوى ذاكره هي العضليه، لان انت لو عمت وبعد 40 سنه رموك في الميه هتعرف تعوم. صحيح. عشان كده احسن مذاكره انك تجيب الذاكرات دي كلها مع بعض. مكان يكون رايق وهادي، ريحه حلوه، موسيقى بسيطه، بتكتب وتقرا بصوت عالي، مش هتنسى. صح، ده طب حقيقي. ايه ليه وصلنا لهذا الموضوع؟ لانه هو راجل تربوي طبعا. وما تيجي تذاكر، احسن مرحله مذاكره قبل النوم 4 ساعات وتنام. في النوم بيحصل عمليه استرجاع، وبالتالي الحاجات بتركز، هتثبت. واول ما تصحى من النوم راجع تاني وتشوف النتائج. طبعا. يعني برضو وناظر مدرسه يعني، ويجمع ده وبيتكلم حقيقي. بهذا الشكل. ده حقيقي. هل احنا في المراحل دي، رغم ان كنت حضرتك يعني الرغبه الاولى في الحياه انك عايز تبقى طيار، بس هل كان ليك افكار اخرى او رغبات اخرى وده اللي دفع انك تحقق حاجه تانية بعديها؟ بعد التخرج. بعد التخرج. يعني انا في حاجه دلوقتي اكتشفتها وانا بتكلم معاكي. ابويا كان نفسه ان انا اطلع دكتور. كان دايما يعني، عارفه، كان ليه ابن اخت اسمه حمدي. كان يقول دايما الدكتور حمدي جه، الدكتور حمدي راح كده. وكان هو دكتوراه في الذره، كان عالم من علماء مصر يعني، ما شاء الله يعني. فكان يعني بيتعامل على كده. حتى اما اقول له فلان ده دكتور، يقول لي لا ده طبيب. دكتور يعني معناه دكتوراه، مع كده بيتكلم بفخر يعني. فده اكيد بتلمس مع الواحد طبعا يعني. طبعا أكيد يعني. طبعا. لكن كله فضل من ربنا سبحانه وتعالى. ده اكيد. اول خطوه بقى حصلت بعد ما اتخرجنا واستلمنا الشغل وحسيت انه انا حققت حلمي، انا بقيت طيار، انا على طياره اهو. ما هي المشكله ان انت ما بتشبعيش من الطيران. يعني ايه؟ يعني اول ما نبتدي بيطيرنا على طياره بعد ما بنتخرج. انا متخرج عندي 19 سنه بالظبط يعني كنت مواليد 56، اتخرجت 75. ايوه. بعد كده في الكليه الجويه انت بتتخرجي على طياره نفاثه. كانت ايامنا ال 29. فبعد ما بتخرجي بتروحي الميج 17 15 و17. الميج 17 دي لطيفه جدا، كأن انت اللي طايره، مش طايره في طياره يعني صغيره. أيوه. وتحسي كده بمتعه الطيران. بعديها يبتدي تتحولي اما ميج 21 او ميراج. فبقينا ميج 21. كل ده العمر بيمشي يعني. طبعا. انت طبعا. بعد كده ميج 21 خلصتي التدريب عليها. مش بتتدربي على انك تطيري، انت بتتدربي على انك تطيري لمرحله، وبعد كده تاخد مرحله اعلى تتدربي على انك تقاتلي بيها. اللي هو بقى يعني غير تركب الحصان، ازاي تحارب بالحصان بقى. أيوة. أيوة. كده. فدي مرحلتين. نعم. ودي في وحده تدريب قويه يعني. طبعا. بعد طبعا. كده بتروحي الاسراب بقى. التشكيلات. صحيح. التشكيلات انا رحت فايد. طب احنا هنقف عند التشكيلات عشان نتكلم عنها بعد الفاصل، بس لازم حضرتك فيه نطلع لفاصل يعني نكمل كلامنا مع حضرتك ومع الساده المشاهدين. خليكم معانا.
بجدد التحية والترحيب بكل السادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. ما زلنا معاكم في نجوم على لايف، وما زال منورنا في الاستوديو النهاردة اللواء طيار أركان حرب محمد أسامة السيد أبو خزام، أستاذ علوم الحاسب ونظم المعلومات جامعة القاهرة أكاديمية السادات. برحب بيك يا دكتور معانا مرة تانية. الله يخليك. الحياة العسكرية بعد كده يعني بناخد ترقيات، بناخد فرق، بنتدرب على حاجات جديدة. لكن امتى كانت اللحظة الفارقة اللي حضرتك قلت انا هعمل حاجة تانية؟ لا، هو انا اقول لحضرتك حاجه. هو القوات المسلحه ما شاء الله يعني السيستم بتاعها سيستم قوي وستدي جدا، الحمد لله. الحمد لله. وبيعلم. معلش هقول لك النقطه دي. عندنا في القوات الجويه، واعتقد في القوات المسلحه كلها، بيعلم التيم وورك. على فكره التيم وورك ده هو نقطه الفيصل ما بين تقدم وتاخر اي دوله. تمام. دي حقيقه. يعني عارفه مشاكلنا دلوقتي التيم وورك. عارفه لو احنا شغالين مع بعض تيم وورك، التجار ما يزودوش الاسعار. طبعا. اما تنزلي تخيلي بقى، جربي كده انك تنزلي وتعملي حساب اللي حواليك قبل ما تعملي حساب عربيتك. مش هتتخبطي ولا حد هيخبطك، وكل واحد في دول كده. انا سافرت حوالي 12 دوله، سافرت كتير يعني اول حقيقه. فبره لو انت في اللين كده، عارفه اللين، ولو خرجتي اكسكيوز مي بصوت عالي لازم يرجعك. ليه؟ أيوة. لان هو عنده تيم وورك، وعارف طبعا. ان لو واحد بوظ الباقي يبوظ. صحيح. ودي مشكله. في القوات المسلحه لا، القوات المسلحه اقل تشكيل يطلع 4 طيارات. ما ينفعش طياره تطلع، لا لا لا, لا خالص. و4 طيارات حتى بنسميها فينجر 4، اللي هو ليدر ومعاه نمره 4، احدث واحد، ونمره 3 ونمره 2، بحيث لو انفصلوا يبقى القوتين زي بعض. ويدافعوا عن بعض ازاي؟ معظم الجوائز، في جوائز للوحده مش جوائز للفرد. ايوه يعني فاهمة. يعني في وسام الجمهوريه العسكري. وسام الجمهوريه العسكري ده لكتيبه لغايه فرقه تاخد كلها. تفتيش الحرب، لو شفت تفتيش الحرب، تفتيش الحرب كله. ولو واحد اثر الناس كلها تقلب عليه، تقول له لا انت بوظ لنا الحاجات دي. فالتيم وورك بالنسبه لنا ده اللي انا اتعلمته في الجيش بصراحه يعني. أيوة. لغايه لواء. في فتره اول ما اتخرجت دخلت كنت فايتر على الميج 21 ورحت فايد. وبعد كده وانا نقيب خدت تدريس، كان بدري برضو، ورحت وحده التدريب اللي هم كده، بقيت مدرس هناك. النقطة بقى اللي جت هنا، أنا كنت غاوي مادة اسمها حرب إلكترونية. الحرب الإلكترونية دخلت دورة المفروض آخد حاجة اسمها قادة أسراب أو رؤساء عمليات حرب إلكترونية. فخدت رؤساء عمليات حرب إلكترونية وتقدير امتياز وطلعت الأول. ما شاء الله. وبدأت الدنيا. كنت اتجوزت على فكرة، مراتي كان وشها عليا حلو قوي. فاتجوزت، خدت الدورة طلعت الأول، و كانت منحة ل5 ضباط أو 6 ضباط يطلعوا فرنسا ياخدوا دورة حرب الإلكترونية زي دبلومة كده في الإيكول ميليتير في كلية حربية في باريس. وخدت مراتي معايا ورحت. طلعت الأول هناك، وبدأت الاتجاه بتاعي ياخد اتجاه علمي قوي يعني. لدرجة إن أنا لما رجعت اكتشفت في نفس حضرتك إنه عندك الموهبة دي. جدا، وخصوصا المادة تقيلة يعني. بعد كده لما رجعت حضرتك، حظ برضو، في حاجه اسمها حظ او توفيق من عند ربنا طبعا يعني. بس لازم تبقي جاهزه له. صحيح. بدري ماده. فالمهم كان بيدي ماده لرؤساء عمليات حرب الكترونيه للطيارين للنخبه وكده، كان اسمها جامينج كالكوليشنز او حسابات اعاقه، وماده تقيله قوي. والراجل ده اعتذر او سافر امريكا وكده، وفرع الحرب الالكترونيه عيني ونقيب طيار ايه اللي جاي يدرس ماده رادار. وده الرينج بتاع الرادار ده معادله حوالي 5 6 حاجات في البسط وفي المقام كده يعني. واجدت فيها جدا وكملت. فدي كانت البدايه. رحت الاف 16. طياره الاف 16 على فكره طياره الكترونيك رهيبه يعني، وفيها معلومات كتيره، ومحتاجه واحد مخه حلو قوي ومرتب عشان يقدر يستخدم الامكانيات اللي فيها يعني. من رادار لغايه صواريخ لغايه طيران، كل الحاجات اللي فيها. والحمد لله كملت لغايه ما خدت فرق التدريس على اف 16.
بعد كده حضرتك رجعت على فرع الحرب الالكترونيه، ما بقى بيتي بقى التاني، وهو ده كله مهندسين ما فيهوش طيارين، فبقى بيتي التاني بقيت اروح وادرس ليهم وكلام من ده، وبدات مخي يشتغل في الحاجات دي. بعد كده طلعت ملحق عسكري امريكا. فين؟ تمام. وخدت مراتي معايا برضو، كانت حديث، بس هي كانت مبسوطه في فرنسا اكتر يعني. هي بتحب تمشي في الشانزليزيه وبتاع، وكمان ما تحبش في فيلا وكده، مش تحب يعني. كانت سعيده هي بفرنسا اكتر يعني. بعد كده قعدت سنتين هناك، ورجعت مسكت قائد لواء، بقى قائد مطار، وبعدين عينوني بقى رئيس فرع الحرب الالكترونيه في الاخر. لغايه لما وصلت اللواء وخرجت. اثناء الحرب الالكترونيه عملت، لا والله اثناء قائد مطار، كنت في بلد اسمها كوم اوشيم، قائد مطار كوم اوشيم، عملت الدبلومه في جامعه القاهره في ماجستير كمبيوتر ساينس. حضرتك قررت بقى انه انا هطلع معاش قريب مش بعيد، يعني وارد لا ان ده لا يحصل لا ولا؟ انا لا ما اعتقدش جت في دماغي كده. انا امال اللي جت جه في ازاي؟ دماغي ان انا ان الاوان واحقق وصيه ابويا في ان ابقى دكتور يعني ممكن تكون كده يعني. لكن تمام. لكن اساسا انا كنت غاوي يعني. انا خدت الدبلومه كانوا 90 واحد. الدبلومه دي بتبقى، عارفه حضرتك ايه، ما يبقى معاكي شهاده وعايزه تعدلي شويه فبتاخدي الدبلومه عشان تخشي كمبيوتر، فكان كده يعني. فالدبلومه دي كانت حوالي 90 واحد مهندسين ودكاتره وانا الوحيد الضابط طيار وكده. بعد كده طلعت التاني، طلعت الاولى مهندسه فاكرها يعني كده، وانا طلعت التاني. وبعد كده قدم منهم حوالي 20 ماجستير. خدت اول واحد وثلاثه بس اللي عدوا. بعد كده او ستة. بس حضرتك كنت محدد عايز ايه؟ ستة. ايه نوع او طبيعه الرساله او طبيعه الدراسه اللي عايز تقوم تدرسها؟ والله انا في الماجستير كنت قائد. أوكي. في البحث العلمي بيبقى فيه ethics كاخلاقيات، وبيبقى فيه نظريات، والنظريات دي بيبقى لها رولز معينه انت بتحاولي تعملي موديلنج للرولز دي، وبعد ما بتخلصي بتنفذي ده على ابلكيشن يا ريت يكون حاجه قريبه منك يعني. تمام. فانا الابلكيشن بتاعي في الماجستير كان عمل سوفت وير يمنع الطيارات الموجهه بدون طيار انها تقع بعد فتره معينه ويبلغ حاجه كده يعني. فكان لطيف قوي وكان شغال طبعا. والحمد لله عدى يعني. يعني حضرتك دامج الاثنين مع بعض، ده لازم الاي تي والطيران. ما لازم يعني. طب ما اقول لك حاجه، الدكتوراه دي حتى هتشوف في الصور حضرها ناس كتير، وفي جواب شكر طلع لقائد القوات الجويه من الدكتوراه، كانت ازاي تطلعي ب4 طيارات من وسط الدلتا تضربي عند الجانب المعادي من غير ما تكتشفي راداريا. فالبرنامج اللي انا عامله يعمل لك كذا مسار، واحسن مسار ايه واوحش مسار ايه، نتيجه او رد الفعل بتاع الرادارات اللي موجوده وكلام من ده. اما نتكلم على الاي يعني هتتوضح، لان هو كان حاجه اسمها اكسبرت سيستم او نظم خبره يعني. ايوه. فبالتالي انت لازم انت بتدرسي حاجه اكاديميه ورولز، وفي الاخر انت بتطبقي الرولز ده، وعشان تثبتيه بتطبقيه على حاجه يعني زي مثلا من ضمن مثلا اشهر الماجستير اللي انا اشرفت عليه في السعوديه. على فكره البنات السعوديات شطار جدا جدا، واخدين بالهم اول اتجاه العلمي مع جميل. جميل. مع ولي العهد الموجود. أيوة. واخدين وضعهم وكده. فكانت البنت اللي كانت معايا عامله حاجه عن نظم الخبره ان انت تدي داتا معينه وتسالي الكمبيوتر ايه اللي ناقص او ايه اللي زايد. أيوة. او كده بشكل ما يعني. فكانت عامله عن المطبخ، ان هي ادت داتا ايه اللي موجود، وتسال السوفت وير انا ممكن اطبخ ايه النهارده، يقول لها كذا او كذا او كذا للحاجات اللي عندك.
تقول لا عايزه كشري، يقول لها اوكي ناقصك كذا وكذا وكذا. فكان برنامج لطيف، طبعاً. ابلكيشن ايوه بس يستخدم، يعني بحيث ان انت تخشي تقولي مش السؤال اللي مع مراتك ولا جوزك، قبل مع الواحد مع مراته ولا مع جوزك، السؤال الابدي والازلي، هناكل ايه هتاكل ايه النهارده؟ النهارده؟ بالظبط كده. فده هيبقى ان شاء الله يعني من هيسهل برامج الحياه. طبعا هيسهل الحياه. بس المهم تحطي غذيه باللي انت عايزاه. ايوه. لكن انا اعتقد ان المرحله بتاعت الحرب الالكترونيه هي اللي كانت فاصله بالنسبه لي. ايوه. حضرتك بدأت بقى حياة تانية خالص من بعد ما خرجت من القوات الجوية. بس ما قطعتش علاقتي بيهم. ايوه لا، ما انا فاهمه طبعا. لا انا بتكلم على حياه مهنيه وعمليه. ايه ده اللي حقيقي، حصل؟ ده حقيقي، عملت ده حقيقي. يعني حضرتك كنت واخد هذا القرار من قبل ما تخرج، ولا بعد فتره طب ما انا ممكن استغل الماجستير والدكتوراه اللي انا عملتهم وممكن اعمل شيء تاني مختلف؟ ايه اللي حصل؟ والله انا مش عارف. انا الفتره اللي انا قبل ما اخرج، هو عاده موضوع الخروج او القعده ما تقدريش تحسميه طبعا خالص. خالص يعني بيبقى 100 لواء وعايز 3 مثلا او 5 او أيوة. كده يعني. مش لازم اللي خرج ده وحش. طبعا. لا أو لا لا، لازم، ملهاش لا علاقه، خالص، ملهاش علاقه. لا اطلاقا. ايوه انا هي عارفه. بيبقى يعني احتياج واختيار طبعا. ووجهة نظر، يعني بتبقى مختلفة يعني. لكن أنا حطيت في دماغي إن أنا هخرج سواء بعد قريب أو كتير. وبالعكس لما تخرج قريب وسنك كويس أحسن، لكن أنت لازم وزن 5 years هتخرج. فده اللي جه في دماغي. وبعدين أنا أحب التدريس إلى حد ما، يعني أنا أحب الطلبة بتوعي أو أحب التدريس وأحب أنا أقول لهم. طب بدأت موضوع التدريس ده إزاي يا فندم؟ أنا أول ما خرجت قدمت في الحقيقة، يعني اللي كان له فضل عليا اللي كان ناقشني في الدكتوراه، فكان شايف إن أنا عندي تالنت شوية يعني. وهو بروف كبير يعني، أستاذ دكتور اسمه بديع سالم. والحقيقة عيني في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. قعدت 2 سنين. كنت في الفترة دي بدرس لهم مادة AI ومادة اكسبرت سيستم، وفي نفس الوقت كنت بدرس في جامعة القاهرة، قعدت فترة. وكنت بدرس في أكاديمية الطيران بس كمبيوتر. وقعدت فترة كنت مبسوط جدا يعني. بعد كده في خلال السنتين أو آخرهم يعني جالي تليفون من مكة إن عايزينك في جامعة أم القرى في مكة، كلية الحاسبات هناك. وما اعرفش، عملت استخاره وخدته بعض ومشيت. قعدت 14 سنه. ما شاء الله. كنت في حته حلوه قوي، كنت في كيف حضرتك في مكه يعني؟ في مكه، وحته حلوه، كان مكتبي فوق جبل عرفات. الله ما شاء الله. يعني كنت طبعا مبسوط طبعا طبعا. مبسوط قوي. كنت في منطقه اسمها العوالي. العوالي دي فيها علية القوم بتوعهم، اللي هم بقى ايه، أئمة الحرم، على قضاة، على كده يعني. كلها فيلل وكده. بس تجربة جديدة، خبرة مختلفة. ده حقيقي. طبعا. ده حقيقي، ده حقيقي. والحقيقة أنا بحب السعوديين جدا. ما قعدت معاهم ما بنحسش بغربة. هم حاسين يعني، هم البلد صحيح مالتي من كل حتة، ما بين باكستاني وما بين كل المسلمين، لكن هم بيحبوا المصريين قوي قوي يعني ما يحكوا مدرسينهم كلهم كانوا مصريين قبل كده. كانوا يطلعوا الناس كبار قوي، كانوا يطلعوا فوق جبل عرفات عشان يسمعوا ام كلثوم. أيوة. كان يعني ليهم في علاقة قوية ما بينهم. هقول لك حاجة، صداقة الجامع هناك، يعني نصلي في الجامع على طول، الجامع اللي جنب البيت. أنا عملت قلب مفتوح من فترة، من حوالي 2016، من حوالي 8 سنين. هنا في مصر. فوقت من البنج لقيتهم حواليا. ما شاء الله ما شاء الله. يعني ليهم التدين عندهم درجة كويسة. وده خلاني على فكرة في فترة أصر إن أنا أخد إجازة قراءة قرآن كريم، وخدتها. أيوة. فعلا هناك. من يعني الشيخ كان جنبي مقرئ يمني، دكتور. واضح انك بتحب العلم والقراءة والدراسة
ونيل الشهادات المختلفه. اه يعني ما اعرف، هي بس انا اقول لك حاجه. عارفه، من الحاجات اللي بتسعدني جدا، ما اقوم الصبحيه وابص على الموبايل، الاقي فيه حد عمل سايتيشن لبيبر عندي. يا الله، بسجد شكر. ليه بقى؟ انا نشر حوالي 100 بيبر او اكتر يعني. لكن اما حد ياخد دي سايتيشن يعني ياخدك ريفرنس له، ياخدك مرجع له. يعني انت عملت أيوة. بيبر في موضوع معين وهو داخل كاتبك ريفرنس. ده معناها ان بعد ما الواحد يتوفى علم انه ينتفع به، طبعا. لان ده هيتوسع. طبعا. فكل ما طبعا. حد عمل لك سايتيشن ده بالنسبه لي حاجه تسعدني قوي يعني. طبعا. ليه؟ لان انت معناها ان في ناس هياخدوكي سايتيشن، وبالتالي انت هتاخدي حسنات ده وده. ايوه يعني عرفت اعبر، انا عايز اقول. صح. فدي أيوة. كانت من النقط الحلوه. فما اعرفش ده، ما اعرفش يعني. فتره مكه اثرت فيها قوي. طبعا. حقيقة. السفر بصفه عامه يا دكتور بيأثر في البني ادم. حضرتك سافرت اكتر من مكان، احنا اتكلمنا على امريكا وعلى فرنسا وعلى مكه، في سفريات حصلت تاني خلال؟ انا سافرت الاردن. سافرت سلوفينيا، لألمانيا. بس فرنسا قعدت داخل على سنة. وأمريكا سافرت حوالي 18 مرة، بس منهم مرة أنا ومراتي 2.5 سنين. والسعودية 14 سنة. كل سفرية من دول بالتأكيد بتسيب أثر، بتعمل علامة بيستفيد منها الإنسان، بيرجع بخبرات مختلفة. إزاي أثر فيها حضرتك السفريات؟ صدقي كلامك صحيح. طبعا. أقول لك ليه؟ لأن مراتي لما رجعت من فرنسا كان الأكل، قعدنا فترة كده الأكل فرنساوي. ما تفهميش ليه. ده حقيقي. رحنا امريكا ورجعنا لقيتها قلبه البيت كله ابيض، اصل هم يحبوا اللون الابيض. وبدات الهمبرجر والبتاع وكم من. ففعلا الحياه بتاثر فعلا. طبعا. لكن في مكه قعدت شويه في البرياني وشويه يعني، بس كان لا ويبقى ظاهر، لا وظاهر الموضوع باين يعني، ما فيش مش يعني كده شويه وبعدين بترجع تاني للمحشي عادي يعني. المهم فرنسا، أنا كنت في الإيكول ميليتير في حتة اسمها لا ديفانس في آخر الشانزليزيه، عند عارفة قوس النصر بعديها كده بشوية. بيتعاملوا بلطف قوي. أيوه قوي. بيحبوا يتركوا أثر، كأنهم سفرة، يحبوا يتركوا أثر لأي حد جاي. يعني لدرجة إن عزموا، كان في حفلة فروسية، هم شياكة قوي بقى والحاجات دي. فالراجل مدير الشركه اللي كان عاملين الدكتوراه قال انا عازمكم كلكم على شرف مش شاديه مراتي. يعني علشانها هو عارف منين ان مراتي معايا، لكن دور ولقى كده وبدا عزمنا كلنا على حس الموضوع ده. ايوه لا شيء جميل طبعا. شيء جميل لطيف. طبعا. طبعا. لا هو ما فيش شك الواحد بيكتسب خبرات وبياخد افكار من الناس واسلوب. على اي حال احنا هنطلع فاصل يا دكتور ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك ومع الساده المشاهدين. خليكم معانا مشاهدينا، فاصل قصير ونعود. مساء الخير المشاهدين. بجدد التحية والترحيب بكل السادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. برحب بيكم وبرحب بضيفنا اللي نورنا النهاردة، سيادة اللواء طيار أركان حرب محمد أسامة السيد أبو خزيم، أستاذ علوم الحاسب ونظم المعلومات جامعة القاهرة أكاديمية السادات. برحب بحضرتك يا فندم معانا مرة تانية. الله يخليك. دكتور، احنا هننتقل بقى لمرحلة الجوائز والتكريمات. أكيد في كتير قوي طوال هذا المشوار اللي يمكن عدينا على محطاته كده سريعا، ويمكن في حاجات ما لحقناش نتكلم عنها كمان. الجوائز والتكريمات بقى، أول جايزة حضرتك حصلت عليها؟ مش عارف، هو بالنسبة للجزء العسكري. الجزء العسكري زي ما أنا قلت لحضرتك، هم بيهتموا في الجيش بجزء individual وجزء جماعي.
من جزء الانديفيدوال انا خدت كل جوائزه، لان هي اوريدي علشان ما يعني موضوع بيعتمد اعتماد كلي على انك فتره قد ايه قضيتها وبدون لفت نظر حتى. ايوه. فدي في حد ذاتها كده. فبتاخد عليها دي جايزة. دي طبعا. في جايزه تانية اسمها ميداليه الخدمه الطويله والقدوه الحسنه. انك لما توصلي لغايه 30 سنه مسكت القيادات كلها اللي كانت بتاعك، سواء قائد لواء سواء قائد مطار كذا، وكان تقديراتك كلها عاليه، امتياز او كده يعني. فدي طبعا بتبقى كده. في نوط الواجب العسكري من الطبقه الاولى. عاده الاول والثاني على الدفعه رئيس الجمهوريه بيديهم نوط الواجب العسكري من الطبقه الثانيه. لو انت كملتي وخدتي اركان حرب وخدتي حاجاتك واديتي درجات تانية في علميه، فبيديك نوط الواجب العسكري من الدرجه الاولى، من الطبقه الاولى. ما شاء الله. في جوائز تانية القوات المسلحه بتديها، بس انا ما خدتش منها حاجه لان هي كانت في خلال الحرب. زي نجمه سينا، وسام نجمه سينا، نجمه الشرف العسكريه، ودي ما شاء الله واساتذتي كتير منهم واخدينها يعني. بالنسبة للأكاديمي أو الحياة الأكاديمية، أول حاجة خدتها كانت فاكرها أو كان مؤتمر في جامعة اسمها اليرموك في الأردن، في حتة اسمها إربد. أيوه. مشهورة يعني. ده كنت في مؤتمر ونشرت بيبر هناك وخدت جايزة، مش جايزة، كان تكريم بقى وتشجيع وكده. بعد كده في جامعة أم القرى خدت جوائز كويسة قوي قوي يعني. ده في جايزة منهم أنا وصلت الجامعة إنها تبقى نمرة 3 على الجامعات السعودية ما شاء من الله. البحث العلمي وكده يعني. ففي أول جايزة خدتها جايزة التميز في إسراء منصة شمس. منصة شمس دي زي جوجل، كل ما تحطي فيها داتا كتير كل ما تاخدي جايزة يعني. تمام. ففعلا واخد فيها جايزة. بعد كده جايزة التميز للتعلم الالكتروني. والحقيقه اللي نفعنا في كده ايام كورونا، فكان في التعلم الالكتروني كان مهم قوي، ازاي ان انت اونلاين تدرسي والكلام ده. بعد كده خدت برضو جايزه تميز في الاستشارات وكده. يمكن بقى جوائز التقدير والحاجات دي موجوده يعني برضو. أيوة. جزء منها يعني ان شاء الله يعني في نعرضها صور معانا. ان شاء الله. لازم كمان ما نقدرش افوت محطه الذكاء الاصطناعي يا فندم، لازم حضرتك اتكلمنا عن هذا الملف. الموضوع مزعج. ليه؟ هقول لك ليه. إلى حد ما يعني طبعا لو اتعاملنا معاه بشكل صحيح مش هيبقى مزعج يعني. الأول عشان نتكلم عن الذكاء الاصطناعي نتكلم عن الذكاء الأول. يعني إمتى تقولي ده ذكي؟ لو ابنك أو بنتك أو جوزك أو أيا كان الشخص يعني، إمتى تقولي ده ذكي؟ أجمعوا على 5-6 حاجات. أول حاجة adaptation to new situation أو التأقلم مع الأحداث. يعني لو حصل دلوقتي مثلا يعني الايربيم دي وقعت، ازاي تتصرفي بسرعة من غير كده، ده ذكاء. يعني لو حد غبي مش هيعرف يتصرف ويعمل مشكلة مثلا يعني. دي أول نقطة. تاني نقطة القدرة على التعلم، إن الواحد يعلمك حاجة وتتعلمه وكده. أوكي. تالت نقطة الاستفادة من الخبرة، تشوفي حاجة وتستفيدي. رابع نقطة اللي هي ازاي استنبط او استنتج من قواعد معينة. ودي النقطة اللي مسكوا فيها وبدأوا يحددوا الذكاء، اننا لو اديتك شوية رولز وسألتك طبقا لهذه الرولز تجاوبي. صحيح. ماشي. والكوشن او المؤشر اللي عملوه سموه IQ. ماشي. الIQ هو عبارة عن شوية أسئلة أو مش أسئلة، شوية ايفنتس، أحداث، حدثين 3 ليهم رول معينة، قواعد، ويسألك بقى في الحدث ده. مثال بسيط، 1 و2 وقال لك 3، ماشي يا عم. 4 و5 قال لك 6، قلت لك 7 و8 يبقى إيه؟ على طول هتقولي 9. تمام، لأنه واضح إن هو تسلسل واديك ده. طيب لو جه قالها لك بشكل تاني وقال لك 1 و2 3 4 و5 9 يبقى 7 و8 كام؟ هيجيب لك حاجه كده تطلع 15، لان هو جمع مش تسلسل يعني. ماشي. وبدأ يقيس الذكاء بتاع الانسان بشكل عام.
طب احنا عايزين بس عشان عندنا حاجات تانية لازم احنا نتكلم فيها قدامنا 3-4 دقايق يا فندم. تمام. فبدأ يحاول ان هو يديك بسرعة ايه هو ايه هو المعدل استنباطك للأحداث شكله ايه يعني. تمام. كويس. بعد كده بدأ اللي عمله مع الكمبيوتر ان هو بدأ يديله رول اوف انفرنس، يعني يديله قواعد استدلال معينة، يقول له لو كذا يبقى كذا، لو كذا يبقى كذا، واداله بعد كده مسألة ويبتدي يشوف الرد بتاعه. علشان برضو اقربها اول حضرتك، الاي كيو بتاع الانسان العادي 120 100. تمام. تمام. اللي هو المتوسط بتاعنا. اي كيو بتاع اينشتاين 160. 160 يعني ايه؟ ده من اذكى اذكياء العالم. 160. الاي اي حطوا له اوريدي رولز، وحطوا له اوريدي حاجات في موضوعات معينه، وطلعوا ابلكيشن يعني طلعوا سوفت وير سموه شات جي بي تي 3 اللي هو اول فيرجن او اول اصدار يعني. ده كان امتى؟ ده كان في 30/11/22 اللي فات. كويس. وما بقاش مشهور غير على اول الشهر ده، على اول السنه دي في يناير. حسبوا الاي كيو بتاعه طلع 15. طب عملوا واحد جديد من شهر اللي هو جي بي تي الشات جي بي تي 4. الاي كيو بتاعه كام؟ 150. من 15 150. 150 احنا ذكائنا 110. يعني 150 ده اعلى. فقد ايه؟ في 6 شهور. يعني في اخر السنه دي بيعملوا الفايف. هيعدي بقى. هيعدي ايه؟ 10 مرات يبقى 1500. عارفه 1500 يعني ايه؟ يعني الفرق ما بين ذكائنا وذكاء النمله. انت بتتكلمي في موضوع رهيب. طبعا. طبعا. لا ده مش محتاج كده كمان، حلقات. معدل تاني. المعدل اولا سريع. طبعا. يعني عارفه المعدل الزياده مش لينير، مش خطي، لا معدل الجوريزم لوغاريتمي يعني بيطلع. ليه؟ لان المره دي زي كذا المفروض الزياده هتزيد. ماشي. طيب معنى كده ايه بقى المشاكل؟ ما هو لازم يبقى في مشاكل او كده. هو مفيد طبعا مفيد، بس عشان بس ايه اقربها في ذهني شويه سريعا بس يا دكتور، عشان عايز احكي على المدام قبل ما نختم لقائنا مع حضرتك. عارفه سوبرمان؟ اه كائن وقع من فوق، فاكره القصص دي؟ أيوة ناس طيبين لقوه هم اللي اهتموا بيه، لو اشرار لقوه كانوا هيستغلوا حاجه ثانيه. فهو ده الاي اي ببساطه يعني. لو حد اوريدي استغله في اتجاه تاني هيبقى مشكله. طبعا. وبالتالي كل الدول الكبرى دلوقتي بتستثمر الاي اي في اتجاه عسكري. تخيلي في جيشين، جيش اذكى من الجيش الثاني مليون مره. جيم اوفر، ما فيش حرب اساسا يعني. فهي دي بقى المشكله، زي الطاقه النوويه وزي فهي محتاجه كنترول عليه، يتعاملوا معاها ازاي. هو ده اللي بيخوف بس يعني. لازم قبل ما اختم لقائنا مع حضرتك، الشريكه الداعمه اللي راحت معاك امريكا وراحت معاك فرنسا وراحت معاك في كل مكان، لازم تقول لنا عنها سريعا. والله مراتي انسانه لطيفه جدا جدا، محدثه لبقه. محدثه لبقه جدا. المحدث اللبق هو الذي يجيد الانصات. صحيح. وهي تجيد الانصات وما تتكلمش غير في الوقت اللي مطلوب انها تتكلم فيه بس. هي عندها الميزه دي رهيبه. هي تقريبا اعتقد وراثه، لان والدها الله يرحمه كان عمده وكان نفس فما شاء الله يعني. تجيد الانصات كويس قوي قوي. بس تحملت على الاقل كمان ظروف. تحمل كتير. طبعا. يعني كده بناتي الاثنين شفتيهم طبعا ما شاء الله عليهم. كويس. ربنا يبارك فيك. سلمى مثل الاعلى، ذكيه، عارفه هي عايزه ايه، عندها فيجن كويس، عندها ثقه بنفسها، مش مغروره بس عندها ثقه بنفسها. تعمل ماجستير دلوقتي وربنا اداني ولد، ما عنديش غير بنتين بس جوز سلمى يعتبر ابني ما شاء الله يعني، دكتور اسنان وراجل كويس قوي ما شاء الله. ما شاء الله. همس مثال حي للجيل الجديد بكل ابعاده وبكل بساطته ربنا يبارك لك فيهم يا يعني نظام بذكائه وكده يعني ربنا يبارك فيه قوي يا رب. امين يا رب. حضرتك نورتنا يا فندم، انا بشكرك شكرا جزيلا. سياده اللواء طيار اركان حرب محمد اسامه السيد ابو خزيم، استاذ علوم الحاسب ونظم المعلومات جامعه القاهره اكاديميه السادات، بشكرك على وجودك معانا النهارده. شكرا ليك يا فندم، وبشكر كل الساده المشاهدين على طيب المتابعه، والى اللقاء.
مساء الفن. مساء الفن على كل جمهورنا. مساء الفل على كل مشاهدينا. كل ده ليه؟ المؤلف هو اللي اقنعني. ما يسالش عليك يا مفتري.